السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين. طبعا هذا أول فيديو إلي على صفحتي، وإن شاء الله يعجبكم، وأتمنى منكم الإعجاب والمشاركة لكي نصل إلى أكبر عدد ممكن للاستفادة الكثيرة. اليوم جبت لكم طريقة رفع الملفات على الميديا فاير أو التطبيقات أو الصور أو أي شيء تريد ترفع على الميديا فاير. بهذه الطريقة راح نحتاج إلى 3 تطبيقات. أولا التطبيق الأول الميديا فاير، التطبيق الثاني تطبيق بيت المشاركة، والتطبيق ES فايل. أولا أي برنامج تريد ترفع على الميديا فاير ما عليك سوى الدخول على تطبيق بيت المشاركة، نروح للملف اللي نريد نرفع على الميديا فاير، مثلا الانستغرام، ندوس نسخة احتياطية وننتظر تم عمل نسخة احتياطية. نروح للملفات للتأكد من عمل نسخة احتياطية، أبشور، نضغط الملف، تم عمل نسخة احتياطية للإنستغرام. من ثم التوجه إلى الميديا فاير. طبعا راح يطلب منكم التسجيل، دخول للميديا فاير. أنا طبعا مسجل من قبل. راح تطلع بهذه الواجهة، نضغط للإشارة هذه ونضغط على الEC فايل. هذه هي فائدة الEC فايل اللي من خلاله سوف راح نختار الملف اللي نريد نرفع على الميديا فاير. نضغط على ES فايل، نروح لمكان تم العمل النسخة الاحتياطية، نضغط على الملف. هذه هي البرامج. نضغط على الملف الADM برو. نختار ثاني وحدة طريقة الملف، ننتظر إلى أن يتم الرفع إلى الميديا فاير، وسوف أوقف التصوير إلى أن يتم الرفع. شباب رجعنا وياكم وتم تحميل الملف على الميديا فاير. وللتأكد نضغط ضغطة طويلة على الملف، نختار هذا الزر وننزل إلى نسخ إلى الحافظة. تم النسخ إلى الحافظة، ومن ثم التوجه إلى الإنترنت للتأكد من أن الرابط يعمل بصورة صحيحة. نسخ، نضغط لصق، اذهب إلى التطبيق. شوفوا شباب شلون طلع لنا الملف، ما علينا ضغط إلا داونلود واختيار التحميل وبدء. وبهذه اكتمل تحميل التطبيق. وبهذا انتهينا من طريقة رفع الملفات على الميديا فاير، وهي طريقة سهلة جدا، ما تحتاج من عندك إلا سوى دقائق لرفع أي تطبيق على الميديا فاير. وإلى نهاية هذا الفيديو انتهينا من الطريقة، وإن شاء الله يعجبكم الشرح، وأتمنى من الله التوفيق للجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.